في أبعد حتة تحت قاع المحيط وفي مكان عمره ما اتشاف قبل كده بيتكشف سر مرعب. كائن ضخم جدا عايش من ملايين السنين من أيام الديناصورات وحجمه أضعفهم. الكائن ده كان مستخبي طول الوقت مستني اللحظة الصح عشان يبان، وأول ما ظهر قلب قوانين البحر كلها، وبقى كل اللي في المية من بشر ومراكب وحتى الغواصات مجرد طرايد قدامه. اعمل لايك، حضر لنفسك مشروب، ويلا نغوص في الحكاية. بيبدأ الفيلم في أعماق المحيط وبنشوف غواصة كبيرة غرقانة، وبتوصل غواصة إنقاذ بقيادة واحد اسمه جون عشان ينقذوا طاقم الغواصة الغرقانة. جون وفريقه بيبدأوا ينقذوا أفراد الغواصة وينقلوهم لغواصة الإنقاذ، وفجأة بيهجم عليهم كائن ضخم جدا ويفضل يدمر في الغواصة. جون بيستغرب ومش فاهم إزاي في كائن عايش في العمق ده مع إن الضغط هناك قوي جدا وما فيش كائن يقدر يستحمله. بيرجع جون لغواصة الإنقاذ ومعاه واحد من المصابين، لكنه بيسمع صوت زمايله على جهاز الإرسال وبيعرف إنهم اتحبسوا في أوضة والباب مش بيفتح بسبب اصطدام الكائن الغريب بالغواصة. وساعتها جون بياخد باله إن الكائن العملاق جاي ناحيتهم بسرعة، وعارف إنه لو هاجمهم بالسرعة دي هيولع الغواصتين. عشان كده بيقرر يفصل الغواصتين عن بعض عشان ينقذ الطاقم اللي معاه. وبمجرد ما غواصة الإنقاذ بتنفصل، الغواصة الكبيرة بتنفجر وبتدمر، وجون بيحس بالذنب إنه ما قدرش ينقذ زمايله. بعد 5 سنين بنروح لمحطة أبحاث للكائنات البحرية موجودة في المحيط على بعد 200 ميل من الصين. الهدف من المحطة دي هو اكتشاف أعماق المحيط والكائنات اللي عايشة فيه. بيوصل صاحب المحطة واسمه موريس، وبيستقبله الدكتور جيانج مدير المحطة، وبيعرفه على بنته سوين عالمة البحار وبنتها مينج. بعد كده بياخده عشان يوريه المنشأة البحرية اللي بنوها تحت المحطة. موريس بيتفاجئ بالتطوير اللي حصل وبيشوف الحيتان وهي بتعوم قدامه وبيبقى منبهر بيها. سوين بتقوله إنها قدرت تجذب الحيتان حوالين المحطة عن طريق تشغيل ترددات بصوت أنثى الحوت، وده لأنها عالمة بحار ودراستها كلها في مجال الكائنات البحرية. بعدين الدكتور جيانج بيقول إنه بعت فريق استكشافي لأعماق المحيط بقيادة واحدة اسمها لوري. المهمة دي هدفها يوصلوا لأعمق نقطة في المحيط، لأنهم اكتشفوا إن القاع اللي البشر عرفوه قبل كده مش القاع الحقيقي، ده عبارة عن طبقة شبه السحاب متكونة من غاز الهيدروجين، وتحت الطبقة دي لسه في محيط محدش قادر يوصله، وممكن يكون في عالم تاني تحت السحابة دي. وكل أفراد المحطة بيبقوا مركزين مع الغواصة بتاعة لوري، وبالفعل لوري بتقدر تغوص أكتر وتمر من السحابة، وبيطلع إن استنتاجهم صح. الكل بيكون مبسوط جدا بالإنجاز اللي وصلوا له، ولما بتنزل لوري أكتر بتبدأ ترمي وحدات ضوئية في المية عشان تشوف الأعماق، وفعلا بتشوف كائنات بحرية كتير عايشة، والمفروض إن الكائنات دي انقرضت من أيام عصر الديناصورات. ساعتها لوري بتكلم واحد من المحطة وبتطلب منه ينزل الروبوت عشان يستكشفوا المكان أكتر، لكن فجأة الإشارة بتتقطع عن الروبوت وجهاز الإنذار بيشتغل في المحطة، وبيشوفوا إن في كائن بحري عملاق بيقرب من غواصة لوري، والكائن ده فعلا بيهجم على الغواصة. لوري بتكلم الدكتور جيانج وبتقول له إن محرك الغواصة اتدمر، وبتأكد له إن جون كان عنده حق لما قال إن في كائن ضخم عايش في الأعماق. ولسه بتكمل كلامها لكن الاتصال بيتقطع، بس من خلال الإشارات الحيوية اللي في الغواصة بيعرفوا إن لوري وفريقها لسه عايشين، وعلى طول كل أفراد المحطة بيتجمعوا عشان يفكروا إزاي ينقذوهم، وبيعرفوا إن قدام فريق لوري 18 ساعة بس قبل ما الأكسجين يخلص من الغواصة، وده معناه إن لازم حد ينزل للأعماق دي عشان ينقذهم. واحد من المسؤولين بيقول لهم مفيش حد يقدر ينزل العمق ده غير شخص واحد، وهو جون اللي أنقذ الغواصة من 5 سنين. بس في واحد اسمه هيلر بيقول لهم جون ده مجنون ومستهتر، وافتكروا إنه قبل كده ساب زمايله يموتوا في الغواصة وعشان كده اترفد من شغله. وساعتها بنعرف إن هيلر نفسه كان من طاقم الغواصة اللي جون أنقذها من 5 سنين. لكن الدكتور جيانج بيتدخل وبيقول له إن جون هو الأمل الوحيد لإنقاذ فريق لوري، وإن مفيش غيره يقدر ينجح في المهمة دي. بعدها بيروحوا لبيت جون عشان يعرضوا عليه المهمة، بيقول لهم إنه مستحيل يعمل كده، وقرر يسيب الشغل من بعد آخر مهمة من 5 سنين، لأنه وقتها اتهموه بالتقصير عشان ما قدرش ينقذ كل زمايله.
ولما بيلاقوه رافض كده بيشغلوا له التسجيل الأخير للوري وهي في الغواصة، واللي كانت فيه بتستنجد بيهم وبتطلب منهم المساعدة. وهنا بنعرف إن لوري وجون كانوا متجوزين زمان بس انفصلوا. جون بيسمعها وهي بتقول إن في كائن ضخم بيهاجمهم، وكمان بتقول إن جون كان عنده حق ومش مجنون. وهنا جون بيغير رأيه وبيوافق على المهمة. في نفس الوقت لوري والطاقم بتاعها بيحاولوا يصلحوا الغواصة وبيقدروا يرجعوا الطاقة ليها تاني والأنوار تشتغل، لكن أول ما بيطلع ضوء من الغواصة الكائن العملاق بيرجع يهاجمهم من جديد. لوري بتتصاب من الهجوم وبيخش مفك في بطنها، وفي المحطة بيلاحظوا إن غواصة لوري اتعرضت لهجوم تاني، والضربة أثرت على خزانات الأكسجين وحصل فيها تسريب، وبكده الأكسجين اللي معاهم مش هيكمل ال 18 ساعة. جون ما كانش هيقدر يلحقهم في الوقت المناسب ولازم حد ينزل بسرعة، فبتقرر سوين تاخد الغواصة بتاعتها وتنزل لهم عشان تلحقهم قبل ما الأكسجين يخلص، وفي نفس الوقت يستنوا جون يوصل. وبعد ما سوين بتنزل الدكتور جيانج بيرجع للمحطة ومعاه جون، وبيعرفوا إن سوين خدت غواصة ونزلت. على طول جون بيقرر ما يكملش أي إجراءات وينزل وراها بسرعة، خصوصاً لأنه عارف إن سوين مش محترفة في عمليات الإنقاذ. ولما بيركب الغواصة بيلاقي مينج جواها وقلقان على مامتها. مينج بتطلب من جون ينقذ مامتها ويرجعها تاني، فجون بيطمنها وبيوعدها إنه مش هيطلع من المية غير وهي معاه. أول ما مينج بتخرج من الغواصة جون بيبدأ ينفذ عملية الغطس، وبينزل لقاع المحيط بعد ما عمل شوية تعديلات على الغواصة وفصل بعض الأنظمة عشان يخليها تنطلق بأقصى سرعة، وبيتحمل ضغط المية الرهيب. ولما أفراد المحطة بيطلبوا منه يهدي السرعة بيقطع الاتصال معاهم عشان يركز. في الوقت ده سوين بتكون وصلت لقاع المحيط وشغلت كل أنوار الغواصة، وبتشوف غواصة لوري قدامها فبتحدف خطاف عشان تسحبها وتطلع بيها للسطح، لكن بتتفاجئ بكائن ضخم جدا قدامها، أخطبوط عملاق بيقرب من الغواصة ويمسكها بدراعاته عشان يدمرها، وكمان بيبدأ يفرز المادة السوداء اللي بيطلعها لما بيتهاجم، لكن لحسن الحظ بيظهر قرش ضخم وبياكله. سوين بتبلغ أفراد المحطة باللي شافته، وجون بيسمعها وبيقول لها إن القرش ده اسمه ميجالودون، وده أضخم وأقوى كائن بحري في المحيط، وبتحذرها لازم تطفي كل الأنوار بسرعة لأنه بينجذب للضوء. بس لما بتحاول تطفي الأضواء بتكتشف إن الغواصة اتضررت من هجوم الأخطبوط والزراير باظت وما بتقدرش تطفي حاجة، وساعتها القرش بيرجع ناحية الغواصة تاني عشان يهجم عليها. جون بسرعة بيتدخل وبيطلق إشارات ضوئية عشان يشتت انتباه القرش ويبعده عنها، وبيقول لسوين لازم تطلع للسطح فوراً لأن وجود غواصتها منورة كده هيعطلوا عن إنقاذ لوري، فبيطلب منها تفرغ خزانات الهواء عشان تطلع بسرعة. سوين بتقتنع بكلامه وتطلع لسطح المحيط. بعدها جون بيروح لغواصة لوري وبيوصل الغواصتين ببعض وبيفتح الباب وبيسحب لوري، لكن القرش بيرجع تاني يهجم عليهم. واحد من فريق لوري بيشوف القرش جاي بسرعة رهيبة فبيعرف إن الوقت مش في صالحهم. أول ما زمايله بيطلعوا بيقفل الباب على نفسه وبيفصل الغواصتين ويشغل كل أنوار غواصته عشان يلفت انتباه القرش ناحيته، وفعلا القرش بيسيب غواصة جون ويتجه للضوء ويهجم على الغواصة اللي فيها الراجل وبتنفجر بيه ويموت. ولما بيرجع جون للمحطة سوين بتكتشف إن في واحد ناقص، ولما بتعرف إنه مات بتتهم جون وبتقول له أنت أكيد اللي سبت الراجل يموت زي ما عملت من 5 سنين. جون بيتعصب ويقول لها هو اللي قرر يضحي بنفسه عشان ينقذكم، ولو في حد مسؤول عن موته فهو انتي، لانك انتي اللي كلفتيه بالمهمة من الاول. ساعتها سوين بتحس انها ظلمت جون وكانت قاسية معاه، فبتروح تعتذر له وتقول له انها فقدت اعصابها وقالت كلام غصبا عنها لما عرفت بموت حد من افراد المحطة، خصوصا لانها عارفة انه متجوز وعنده اطفال صغيرين. ثاني يوم كل المسؤولين في المحطة بيتجمعوا وسوين بتقول لهم ان قرش الميجالودون موجود على الارض من 2 مليون سنة وكان المفروض انه انقرض مع الديناصورات، وبتوضح ان الميجالودون اقوى كائن بحري في العالم لدرجة انه ممكن يهاجم الحوت الازرق وياكله بسهولة. الدكتور جيانج بيتدخل ويقول لهم لازم يوقفوا عمليات الاستكشاف في الاعماق عشان يتجنبوا مواجهة الميجالودون في الوقت الحالي، لان اي استكشاف هيخليه يحس بالخطر وساعتها ممكن يطلع للسطح ودي هتبقى كارثة محدش هيقدر يسيطر عليها. لكن موريس صاحب المحطة بيقاطعه ويقول له أنا استثمرت ملايين في المحطة
الغواصة، ومستحيل أوقف الاستكشاف لأن ده هيخسرني كل اللي دفعته. في الوقت ده مينج كانت بتلعب بالكرة بتاعتها في ممرات المحطة اللي تحت المية، وفجأة بتشوف قرش الميجالودون وراها بيقرب منها وبيحاول يكسر الإزاز عشان يوصل لها وياكلها. مينج بتصرخ من الخوف، وجون وسوين بيسمعوها وبيجروا بسرعة عشان يشوفوا إيه اللي حصل. مينج بتقول لهم إن في قرش ضخم حاول يكسر الإزاز وياكلها، ولما بيشوفوا آثار أسنانه على الإزاز بيتأكدوا إنه الميجالودون. في اللحظة دي بيظهر حوت أزرق بيقرب منهم كأنه بيستنجد، وفجأة بيهجم عليه الميجالودون وبيفترسوا قدام عينيهم. بيرجعوا كلهم لغرفة الاجتماع ويبلغوا باقي الفريق باللي حصل، وهنا بيكتشفوا إن الغواصة بتاعت جون لما كانت طالعة بسرعة من الأعماق عملت فتحة في سحابة الهيدروجين اللي كانت حاجزة الميجالودون، والقرش قدر يخرج منها. وبعد ما خرج الفتحة اتقفلت تاني، وبالتالي القرش مش هيرجع للأعماق وهيفضل على السطح يهاجم أي حاجة تتحرك، حتى السفن التجارية. وأثناء كلامهم بيوصل لهم رسائل استغاثة من سفن بحرية، بياخدوا مركب ويتحركوا بسرعة ناحية السفن، لكن لما بيوصلوا بيلاقوا الكارثة، كل السفن اتدمرت ومفيش ناجين. طبعا بيفهموا إن الميجالودون هو اللي عامل كل ده، وكمان هاجم كائنات بحرية في الطريق. الدكتور جانج بيقول إن الحل الوحيد دلوقتي إنهم يقضوا على القرش قبل ما الدمار يزيد أكتر، وجون بياخد باله إن الميجالودون لسه حوالين المكان. جانج يقترح يحطوا عليه جهاز تتبع عشان يعرفوا موقعه باستمرار، وبعدها يستخدموا القفص المخصص لأسماك القرش، وواحد منهم ينزل يحقنه بمادة سامة تقتله. المشكلة إن لو تحركوا بالسفينة القرش هيعتبرها تهديد ويهجم عليهم، فما فيش غير حل واحد، حد ينزل بنفسه ويحط جهاز التتبع. وطبعا الوحيد اللي يقدر ينفذ المهمة دي هو جون. جون بينزل المية وبيقترب من القرش بهدوء، وبيحط جهاز التتبع على زعنفته من غير ما القرش يحس، لكن وهو راجع بيعمل صوت والقرش بياخد باله، فالفريق على المركب يزودوا سرعة السحب عشان يرجعوه بسرعة، وبيقدروا ينقذوه في آخر لحظة قبل ما القرش ياكله. بعدها بيجهزوا القفص، وسوين بتستعد تدخل عشان تحقن القرش بالسم. جون بيروح لها ويقول لها أنا اللي هنزل، لكنها بترفض وبتصر على إنها تنفذ المهمة بنفسها، لأنها دارسة الكائنات البحرية وعارفة المكان المناسب اللي تحقن فيه السم. بينزلوها بالقفص ويرموا جنبها لحمة عشان يجذبوا القرش. أول ما القرش بيقرب سوين بتقدر تحقنه بالسم، لكن القرش بيلف بسرعة وبيهجم على القفص وبيسحبه بقوة. جون لما بيشوف القفص بيتسحب بينط في المية بسرعة ويمسك الحبل المربوط بيه القفص عشان يوصل لها، لكن القرش بيشد القفص أكتر، والرافعة اللي ماسكة الحبل بتتكسر وتقع في المية، وده بيزود الطين بلة لأنها هتسحب القفص معاها لتحت. سوين بتتخبط والقناع بتاعها بيتكسر والأكسجين بيبدأ يتسرب فبتفقد وعيها. جون بيوصل للقفص في آخر لحظة وبيفتحه وبينقذ سوين ويطلع بيها. في الوقت ده القرش بيقرب من المركب، فالفريق بيعملوا له فخ ويرموا قطعة لحمة كبيرة. القرش بيقع في الفخ لكنه بيغير اتجاهه بسرعة وبيهاجم جون وسوين اللي لسه في المية، لكن الحبل اللي اتربط بيه الفخ بيقفل على القرش ويوقفه، وفي نفس اللحظة بيبدأ السم يشتغل ويموت. جون بيطلع مع سوين للمركب والفريق بيساعدهم، بيفوقوا سوين بالعافية، ولما بتصحى بتشكر جون على إنه أنقذ حياتها. ولما بيطلعوا فوق سطح المركب تاني بيلاقوا إنهم اصطادوا القرش وعلقوه. في اللحظة دي واحد من اللي على المركب بيطلب من جون يصوره جنب القرش، وفجأة الرافعة بتتحرك والراجل بيتخض ويقع في المية. كلهم بيضحكوا عليه، لكن فجأة بيظهر قرش تاني وبياكله، وبيطلع ينط على المركب وبياكل كمان اللي كانوا لسه اصطادوه. القرش ده بيكون أكبر بكتير من اللي اصطادوه قبل كده. بعد الهجوم ده المركب بتتقلب وكلهم بيقعوا في المية. دكتور جيانج بيقع وبيطيح عليه واحد من لانشات الإنقاذ الصغيرة اللي كانت على المركب. جون بسرعة بيتحرك ناحيته وبيمسكه عشان يطلعه، لكن جيانج بيكون بينزف دم كتير وده بيجذب القرش عليهم. القرش بيهجم تاني وبياكل هيلر قدام عينيهم ويمشي. الكل بيتصدم ومش عارفين يعملوا ايه. دي جي بيبدأ يزعق لموريس ويقول له يتصرف بحكمة انه صاحب المحطة وهو السبب في اللي هم فيه دلوقتي، فبيقرروا يركبوا لانشات الإنقاذ ويرجعوا على المحطة، لكن بيتفاجئوا ان الميجالودون ماشي وراهم وبيطاردهم. موريس بيتصل بمساعده وبيقول له يبعت له طيارة بسرعة. فعلا الطيارة بتيجي وواحد من اللي فيها بيضرب القرش بجهاز تتبع ويحاول يشتته ويضرب عليه نار عشان يبعده عن
اللانشات. للأسف في اللحظة دي سوين بتكتشف إن والدها مات قبل ما يوصلوا للمحطة، ولما بيرجعوا جون بيحاول يواسيها. بعدها موريس يجمع الفريق ويقول لهم إنه بلغ الحكومة الصينية عن القرش وهيقفل المحطة مؤقتا لحد ما الحكومة تتصرف، ويقول لهم إن في طيارات إنقاذ جاية عشان تطلعهم. بس بعد شوية بتوصل الطيارة الخاصة بتاعته ويمشي ويسيبهم. بنلاقيه بعد كده بيتكلم مع مساعده وبيقول له أنا هقتل الميجالودون بنفسي، وبيبان إنه ما بلغش الحكومة زي ما قال، لأنه لو الحكومة عرفت إن في عمال ماتوا ممكن يتحبس. بيستخدم جهاز التتبع ويوصل للقرش ويؤمر رجالته يضربوا عليه صواريخ. فعلا يضربوه ويفتكروا إنهم قتلوه. موريس ينزل من الطيارة يتأكد بنفسه ويقرب من القرش وعايز ياخد منه سنة كتذكار، لكنه بيكتشف إن اللي قدامه ما عندوش أسنان، ويبان إنه حوت أزرق كان الميجالودون بيطارده. من جهاز التتبع يعرف إن الميجالودون تحتهم بالظبط. بسرعة يركب مع رجالته المركب عشان يهربوا، لكنه يقع في المية. رجالته بيسيبوه ومحدش بينقذه. يحاول يستخبى فوق الحوت لكنه يشوفه ويهجم عليه وياكله. تاني يوم جون والفريق يعرفوا إن موريس كذب وما بلغش الحكومة، فبيقرروا يخترقوا القمر الصناعي بتاعه عشان يحددوا مكان القرش. يتفاجئوا إنه متجه لشاطئ داليان في الصين واللي بيكون مليان سياح. بيفكروا إزاي ينقذوا الناس قبل ما القرش يأكلهم. سوين بتقول إنهم ممكن يستدرجوه بعيد عن الشاطئ باستخدام تسجيل صوتي لترددات صوت الحيتان، لأن الحيتان أكتر أكل بيحبه. بيجهزوا المراكب والغواصات، لكنه للأسف القرش بيوصل للشاطئ قبلهم ويبدأ يهجم على السياح. لما يشغلوا التسجيل القرش بيسمعه ويتجه ناحيتهم، وجون وسوين مستنيينه في الغواصات. القرش يقرب من مركب الفريق وجون ما يقدرش يضرب صاروخ عشان ما يفجرش المركب، فيعمل صوت بالغواصة عشان يشدوا ناحيته. وسوين بتضرب صاروخ فيه لكنه مش بيأثر فيه عشان حجمه. القرش يلف ويهجم على سوين لكنها بتروغه وتهرب. فجأة القرش بيواجه جون ويهجم على غواصته. في نفس الوقت بيوصل طيارات إعلام عشان تصور اللي بيحصل، لكنه طيارتين يخبطوا في بعض ويقعوا على المركب، فالكل يضطر ينط في المية. سوين بتوصل بسرعة عشان تنقذهم، فجون يقول لهم إنه هيلفت انتباهه لوحده ويطلب منهم يهربوا، وبيتحرك ناحيته بسرعة. ولما بيقرب منه بينزل بالغواصة من تحتيه ويخبط بجناح الغواصة في بطنه ويشقها. القرش بينزف ويتعصب ويهجم ويمسك الغواصة بأسنانه. جون يخرج منها في آخر لحظة ومعاه رمح ويروح للقرش ويغرزه في عينه ويقتله. في اللحظة دي بتيجي مجموعة قروش صغيرة وتهجم على الميجالودون وتاكله، وجون يطلع من المية ويقعد مع سوين وبنتها وبيعرض عليهم يروحوا رحلة بعد اللي عاشوه. ومن هنا تبدأ رحلة مرعبة مع الكائن اللي قلب أعماق المحيط جحيم، ولسه اللي جاي أخطر بكتير. ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد. سلام.